السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة الأهلي وإيجل نوار البروندي في تصفيات دوري أبطال أفريقيا. النهارده هنتكلم عن يس توروب في سطور مع أول مباراة ليه مع النادي الأهلي، إيه اللي عمله، إيه المعركة اللي كانت موجودة في الملعب، الخناقة اللي النادي الأهلي الحمد لله عرف يطلع منها سليم. قبل ما نتكلم عن الخناقه اللي كانت موجوده النهارده في الملعب، النادي الاهلي بدا التشكيل مكون من محمد شناوي، هاني في اليمين، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، واحمد كوكا في الشمال، مروان في النص، على يمينه بن رمضان وعلى شمال زيزو، الهجوم تريزيجيه وشريف وبن شرقي. ده التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي. الحقيقه النهارده كله كان مترقب عايز يشوف اداء المدير الفني الجديد، ايه اللي هيعمله، وقفته بره الملعب، بيحرك اللعيبه ازاي، شكل اللعيبه جوه الملعب. صراحه النهارده يعني نتكلم على يس تورو في ستور. اللي انا شفته النهارده الماتش ما فيهوش حاجات كتيره، بس اللي هنتكلم عن شويه حاجات كده شفناها من المدرب داخل الملعب. التشكيل تقريبا هو اللي كان بيلعب بيه كابتن عماد النحاس، هو برضه اللي بدا بيه المدير الفني الجديد. اللي احنا شايفينه في الملعب النهارده لا شكل مختلف. انا شايف ان اللعيبه في التزام بمراكز معينه. شايف الملعب بتاع النادي الاهلي واسع. النادي الاهلي كان دايما في المباريات السابقه تحس الملعب ضيق قوي، اللعيبه بتقرب قوي من بعض، اللعيبه بتجري بالكوره كتير، الكوره ما بتجريش اكتر من اللاعب بيجري بالكوره كتير. لا الكلام ده ما شفناش النهارده شفنا فعلا ان في ستريتشنج للملعب بشكل واضح. لا الملعب واسع، التمرير الكره بتجري اكتر من اللاعب، التزام من اللعيبه، وفوق كل ده وده الكثافه الهجوميه مع المستوى الضعيف للمنافس. قبل ما نتكلم عن المستوى الضعيف للمنافس هنتكلم كده على حاجه في الكوره. لما ننزل من اول الماتش ونلاقي المنافس بتاعنا ده لا بيحاول يخوفك، هيعورك، نازل يضرب بخشونه زي ده جدا، الكلام ده بتحد كتير جدا من اداء الفريق اللي قدام. يعني النادي الاهلي المفروض خلاص يتملكوا الخوف، يخاف من الالتحامات، يبعد شويتين ثلاثه عن المنافس، ما يهاجمش بشكل قوي. لا اللي احنا شفناه بصراحه لا، التمرير، الكوره، حركه الكوره، حركه اللعيبه، الالتزام بالمراكز، ده اللي كان واضح. وده رغم الخشونه الزايده اللي احنا شفناها قلل كتير جدا من الاحتكاكات. يعني النادي الاهلي لو بيلعب زي الماتشات السابقه كده، اللعيب بيجري الكوره كتير، اللعيبه قريبه من بعض، اللعيبه كلها تعوض. اللي احنا شفناه النهارده لا، الملعب الراجل واقف على الخط، لا ليه دور، على طول حركته تشوف ايده كده، لا خليك انت هنا شويه، ما تقدمش انت هناك. يعني اللي احنا شايفينه لا بشكل اللعيبه جوه الملعب ده، لا الملعب شكله حلو، وعشان كده شفنا اداء هايل جدا من النادي الاهلي رغم الخشونه اللي تخليك ما تعرفش تلعب كوره. يعني الفرقه نازله مش عايز تلعب كوره، الفرقه اللي قصادك الفرقه نازله تخوفك وتعورك، لا انت قدرت بالظبط كده تسلسل قدامك ده وتقدر توصل لمرماهم في كل دقيقه. كل هجمه النادي الاهلي بيوصل جوه 18. الجديد برضو اللي انا شايفه ان المدرب ده قدر يوصل للعيبه لا انا عايز اكبر كثافه هجوميه جوه الملعب عشان جوه ال 18. وده اللي شفناه على طول هجمات النادي الاهلي، ما تلاقيش اللي هم الاثنين ثلاثه، النادي الاهلي بيهاجم بخمسه سته، خمسه سته جوه ال 18. ده بيدي فرص ليك ان انت تهدد بشكل اكبر، ده بيخليك متواجد على طول داخل ال 18 او في الثلث الاخير من الملعب. بالتالي بتاخد كل الفرق المنافس اللي قصادك ده بتاخده لورا، بتقلل الضغط عليك وعلى المدافعين، بتركب الماتش. يعني لما نقول كده بلغه الكوره، الراجل ركب الاهلي الماتش من البدايه رغم الخشونه الزايده اللي هو ما اعتقدش شافها قبل كده. بس الحمد لله هو قدر يحافظ على لعيبته في الشوط الاول، اللعيبه قدرت تحافظ على نفسها، وده اللي شفناه من التمرير السريع والتمرير الواسع والحركه الدايمه بتاعت اللعيبه. يعني الاهلي لو كان بيلعب بالمباراه بالشكل اللي فات ده، اللي هي الكره قريبه اللعيبه تمسك كوره كتير، لا كان في اصابات كتير. الحمد لله طبعا مع طبيعه الملعب اللي موجوده والامطار اللي كانت موجوده، الحمد لله النادي الاهلي قدر يطلع من العلقه او الخناقه اللي كان الفريق الخصم ده عايز يعملها معاه، الحمد لله سليم. شفنا اداء قوي. الراجل مش هنتكلم عليه في ستور، الراجل انا شايف ان فيه هدوء، في رؤيه داخل الملعب، في الوقت اللي محتاج يضغط فيه على الحكم الرابع وعلى الحكم جوه الملعب بيضغط نفسيا عشان يحافظ على لعيبته وياخد اللي هو عايزه. حركه اللعيبه على طول مع اللعيبه، ومع حركه اللعيبه لا انت هنا ما تقدمش، ما تزيدش، لا انت افتح هنا. يعني اللي احنا شايفينه على طول ايده بتتحرك بتشاور للعيبه ايه الاماكن او ايه اللي انا قايل لكم عليه. فبصراحه اداء احنا طبعا مش هنقدر نتكلم عنه كتير، احنا بنتكلم الحلقه دي حلقه صغيره كده ومختصره، بنتكلم عن واحد واقف بالمقارنه طبعا بالمدير الفني السابق الاسباني ريبيرو. لا يعني واحد واقف راكب الملعب بيتكلم مع لعيبته، شايفين لا الدنيا الملعب واسع، اللعيبه بتنقل الكوره بشكل كويس، في التزام من اللعيبه، مفيش الانانيه اللي كنا بنشوفها الانانيه الزايده دي من كل لاعب قبل كده، لا مش موجوده. في نقل وفي حركه وفي طيران لظهيراي الجنب. شفنا على طول كوكا محمد هاني على طول
في الثلث الهجومي الاخير للملعب. بصراحه اداء كويس. الماتش ما كانش فيه حاجه خالص غير ان المدرب ده في اسطوره، المدرب ده جاي يعمل حاجه النادي الاهلي. احنا نقدر نحكم عليه دلوقتي؟ لا، مش بنحكم عليه، بس الشويه اللي احنا شفناهم في اول مباراه دي، لا مع الخشونه الزايده دي، لا في هدوء في الملعب، في نقل كوره، في لعيبه، في شكل حلو النادي الاهلي. يعني انا شايف ان النادي الاهلي لا، شكل الملعب حلو قوي، ملعب واسع، اللعيبه بتلعب براحتها، بتوصل. والدليل على كده هنتكلم على الجون بتاع محمد هاني. الجون بتاع محمد هاني لو تشوف الوان تو اللي اتعمل بينه وبين رمضان، اثنين لعيبه من النادي الاهلي، محمد هاني وبن رمضان، ضربوا 4 لعيبه من الخصم في الوان تو ده. دخول محمد هاني ووصوله للخط ولعب الكره العرضيه بقوه على اساس تخبط في المدافع، تخبط في المهاجم، تخش الجون في اللقطه دي بالظبط. وهاني بيعمل الباص بالظبط، هاني زائد 6 لعيبه من النادي الاهلي داخل ال 18. العدد بتاع النادي الاهلي المهاجمين اكتر من المدافعين، حتى داخل اللي هو رقم 7 عشان يتساوي مع عدد المهاجمين بتاع النادي الاهلي، كان لسه داخل عند قوس 18. فانت لك ان تتخيل بتوصل بالكره عند خط المرمى واللي بيكمل معاك حوالي 6 لاعبين، يعني هاني وبيلعب الكوره معاه 6 لعيبه من النادي الاهلي عشان يعمل العرضيه دي. عمل عرضيه بشكل كويس، المدافع حطها في نفسه، جول اول النادي الاهلي. عايزين نقول الاهلي ما زودش جوان او زود جوان، لا، هنتكلم عن حاجه واحده بس، الحمد لله ان النادي الاهلي طلع سليم من المباراه. ارضيه الملعب مع المطر مع الخشونه الزايده مع عدم وجود حمايه كافيه من الحكم داخل الملعب، لا الحمد لله، احنا مش عايزين اكتر من كده. النادي الاهلي حقق ما اراد، حقق الفوز، المدير الفني حط بصمته، حافظ على لعيبته، قدر يطلع من المباراه بشكل كويس، وفي الاخر نقول بدايه طيبه. ما كانش في حاجات كتير هنتكلم عليها، مش عايزين نتكلم عن الفرص، لا بنتكلم على شكل عام، مدرب موجود وفكر مدرب مبدئي في ضوء اول مباراه اللي كانت صعبه شويتين نتيجه الخساره ازاي. ما عندناش حاجه نقولها غير الف مبروك للنادي الاهلي، بدايه موفقه للمدير الفني الجديد. ان شاء الله الاداء يعلى في المباريات الجايه ان شاء الله. يعني شويه بقى الاتحاد الافريقي شويه ولجنه الحكام الافريقيه كده تبص مستوى الحكام دي عشان تحافظ على النجوم. يعني الفكره كلها احنا بنتكلم عن مبادئ الكوره قبل ما بنتكلم عن المتعه للجماهير اللي احنا بنتفرج عليها، بنتكلم على المحافظه على اللاعبين. مبدا من مبادئ الكوره هو اول مبدا المحافظه على اللاعبين، اللي هيدوك بعد كده المتعه. فانت كاتحاد افريقي ولجنه حكام مش هتقدر توفر ده اللعيبه في الملعب، احنا مش هنشوف كوره بعد كده. فنظرا لنوعيه الحكام اللي تبقى موجوده عشان تحافظ على اللعيبه جوه الملعب ونشوف مباراه كويسه نتمتع بيها ان شاء الله. في الحقيقه ما كانش في حاجه كتيره نتكلم عليها عن النادي الاهلي غير ان الجون والكثافه الهجوميه ودور المدير الفني اللي احنا بنتكلم عليه في السطور كده اهو. لا، دي حركه مراكز اللعيبه في الملعب واضحه وصريحه، اللعب سهل السلس، ما نمسكش كوره كتير، الكوره تتحرك اكتر من لاعب، موجودين على طول، يبقى في كثافه هجوميه في ثلث هجومي. ده يعني ده مبشر او نقول ايه، تفاؤل ان شاء الله للي جاي. لا، الراجل جاي يلعب كره هجوميه وده اللي احنا عايزينه. عايزين فعلا نشوف كره هجوميه، متعه الكره كلها في احراز الاهداف. ان شاء الله نشوف اداء كويس للنادي الاهلي في الفتره الجايه. كل التوفيق ليه في المباراه القادمه ان شاء الله. وان شاء الله التوفيق طبعا للمدير الفني الجديد والاداء الطيب اللي بدا بيه اول بدايه ليه مع النادي الاهلي بعد مرور 3 ايام من قدومه. نقول تاني يعني اتحاد افريقيا حافظين على اللعيبه بتاعتهم، حافظين على لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك ولاعيبه بيراميدز ولاعيبه المصري اللي بيشاركوا في البطولات. ان شاء الله اللي جاي احسن الكره المصريه. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نلتقي بكم مع مباراه الزمالك في الكونفدراليه ان شاء الله بعد قليل. كان معاكم هشام حامد حاتم الكوره في قول كوره. السلام عليكم.